لي مساكم. اليوم عندي شغل عالمي. هلا بقلكم اشي القصة. بنت اختي اذا بتتذكروها عملت معي المسالة. هي طبيبة تغذية، اتجوزت وسكنت بجدة. بدي اعمل لها عزيمة وما بدي اتعب، بدي احضر قبل 5 ايام. وين المشكلة؟ اخترت شيش برك. اللحمة تبلتها ملح وبهار، البديل فلفل اسود وبصله دبلتها بسمنه، والبصله هي سخنه ضفتها فوق هاللحمه وعركتها وقطعتها بهالشكل. هلا بعمل لها هيك وبحطها بالفريزر. بكره بدي اعمل العجينه. بكره بدي اعمل عجينه الشيش برك وعجينه السمبوسك. جوزي ما بياكل الشيش برك الا جنبه سمبوسك ما شاء الله. عم بعمل لكم العطون. واليوم عملت له كبه نيه. قلت لحالي طالعت الماكينه وطالعتها، شايفين الجلي. ما دام طالعت كبه نيه خليني اعمل الكبه المقليه والكبه الصينيه. جلي، شوفوا المطربان هون وصحن فوق وصحن تحت. هي البصله مشان البرغل، فرمت بصل فرد مره. المهم هي اللحمه. اول شيء حطيت البصل وحطيت له ملح. بعد ما حطيت له الملح دبل شوي حطيت اللحمه وحشوه الكبه مشان تكون معك ناجحه. اوعي تحطي لها زيت، اما دهنه او سمنه. شوفي هلا بدي افرجيكي. طلع شلون ما في، شايفه ما في سوائل وما في دسم. جيبي اللحمه مدهنه. بعد ما هتدبلي هالبصلات نزلي اللحمه. يعني لا تحطي اللحمه اول وبعدين البصل، نصيحه لله. بقلي دايما مكسرات مشكله. بعد ما تبرد اللحمه بضيف لي مكسرات. اليوم بدي اعمل الكبه وافرزها نيه. لك حتى اللحم ما بقى مثل ايام زمان اللي عم يشتكوا من زنخه اللحم. ايش ما كان زنخه اللحم. ليمون، جيبي بشر الليمون الاصفر حطيه بعلبه وفرزيه. دائما حطيه للحم. حطيت معلقه وحطيت بهار حلبي. نزلي طريقته بقناتي. خلص خلصت اللحمه. شوفي هي لحمه خروف شلون لونها ما احلى. ما بدي اياها تكون غامقه كثير. هلا دقيقه وبطفي عنها. رتبت المطبخ. الكبه بدها رواق، انا ما بدي اتعب. بدي اتكتك في الكبه. وكل ما تعبت بقعد بهداك الكرسي وفنجان القهوه جنبي بروق. نقعت البرغل، بحط خبز السوري مشان الكبه المقليه تاخد قرشه. وبخلط نوعين برغل. وحضرت نشا. هلا بضيف مي. وقت فتح الكبه وتمسيدها بلت ايدي بنشا. وبحط جنبي كمان زيت مشان امسح ايدي من حين لاخر. زيت مشان اشمع الكبه. المطبخ كله نظيف، ما بدي ولا هرهوره برغل تنزل بالارض. المهم اللحمه هلا بتبرد وبضيف لها المكسرات. تمام. خلينا نقول بسم الله على نظافه ورواق. رح نعمل الكبه. انت اعملي مثلي، اشتغلي على مراحل. صدقيني بتطلع الوصفات بتجنن وانت ما بتتعبي. ما معقول انت عندك عزيمه تعملي شغلك كله قبل بيوم وبنفس اليوم. لا 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 لا، على اقل من مهلك ونقي وصفات ممكن ان تفرز. هاي الكبه بس خلصتها بفرشها على اكياس نايلون وبقيمه نيه. يوم العزيمه بتصرف فيها. دايما بحرص عجينه الكبه تكون بالكيس مشان ما تشم الهواء وتنشف. ما في حدا عم بساعدني، انا اللي عم بحشي وانا اللي عم بفتح طبعا من خلال ماكينه بحبها. شايفه هي سلقت كبه بالمي. بحط ورقه غار وحبتين هيل وبتغلي المي وبسقط شي 10 حبات. بس فاشوا لفوق معناتها استووا برفعه. بس هي سلقتها بشيلها مسلوقه. وحضرت كبه صينيه هلا بفرجيكم اياها. صينيه لسه ما شمعتها. هلا بحمي سمنه وبطب سمنه فوقها وبعدين بحطها بالفريزر. هلا حيطتها بالبراد ومغطيتها مشان ما تنشف لانه بدأ زينه. بس حطيت لها هيك هدول التستقات بالوسط. بدي احط لها لوز. تمام. بتتفرز قد ما بدك تتفرز. وقت بدكم اياها بتطالعوها من الفريزر للفرن فورا. بس حطوا لها سمنه، بتاكل سمنه كثير. نجمه، شكل النجمه.
الصبايا امبارحة عملت الكبة الصينية والكبة المقلية. والكبة المقلية الكيلو برغل حطيت له 100 جرام هبرة بتطلع بتقرش بتجنن. موجودة بقناتي فيديو مفصل بياخد العقل، وحتى في كبة بدون هبرة بتجنن. المهم اليوم السمبوسك، سمبوسك بلحمة وسمبوسك بجبنة وشيش برك من نفس العجينة، ونزلتها كمان بقناتي. المهم زاد العجينة، عملت اختراع كتير طيب، ما بنسميه اختراع زرة، نحن عم بنمزح. قال بنمسح، اين نمسح؟ عم نمسح وبنجلي وبننظف، والله يكون بالعون. المهم زاد عجينة، عملتهم صغار صغار تغيير شكل، جربية ما بتندمي. جد جد هيك في شكل جديد وطعم جديد. هي الجبنة متوفرة عندي في لون أبيض ولون أصفر، مشان الطعم تكون أطيب. حطيت من الجبنة العكاوي، قسمت هيك قطع وعم بحشيها. حتى ممكن نفس العجينة تحشوها جوز ورشة سكر وقرفة، لون وحطوا عليهم قطر أو سكر بودرة وادعوا لي، بصير طبق حلو يوم العزيمة. وين المشكلة؟ جود بالموجود. عم بستنى شيئين، هلا خبرني تليفون قال لي وصلت الشحنة. محضرة مفاجأة لبنت أختي، بدي أرتب طاولة، طلبت شوية ورود. وهي الشحنة في تحتها نايلونة، ممكن نحط منشفة مشان ما يتوسخ الارتي. اشتريت لولو، هلا بقلكن إذا أعمل فيه هدول كمان. وهذا لولو أبيض، الورد بجنن، يا ريت جيبي أكتر لأنه على الحقيقة فيه تقل، بتحسي فيه تقل. وفكرت حجمه أكبر، لا طلع حجمه، دايما التصوير بيخدع، بيعطيكي حجم كبير بس هو مو كبير. ورد أبيض نفس النوعية، هداك أتقل، هداك أتقل من هاد. المهم هذا شموع عائمة اسمها، هي بتحطيها بالمي بتعوم، على اساس بدي اعبي فازة واحط شموع واحط لولو، نشوف شلون ايش بده يطلع معي. محارم للصحون، عواد مثلا قطعة القماش ما تحطيها، او محارم عادية، هن هدول محارم عاديين بس بشكل وردة بتحطيهم بالطبق، بدي استعملهم لعزيمتي. شي حلوين بس حجمهم ما هو كبير، مبين بالصورة انه الحجم كبير بس كافي مشان يبين كنار الصحن، بيطلعوا احلى. ارتي طاولة، طلبته تول ابيض، بدي افرش طاولة السفرة تول ابيض. على المد بنشوفه اذا حلو ولا ما حلو، بدي اعرض لكم اياه، اذا ما حلو قولوا لي. طلبت ارتيين تول، هذا الارتي بدي احطه من تحت، محطوط عليه لولو، شوفوا، وهداك فوقه بالنص، لنشوف شلون بدي ارتبه. في بالي افكار بدي اشوف وبفرجيكم اياها. وقت طلبته كل فكري انه كبير يغطي الطاولة كلها، وكنت بدي احط تحت اللولو ساتان، بس تفاجأت انه ضيق. انا طيلبة كنت هداك الموديل وهالموديل، عملت هالحركة لحتى يبين انه هيك موديل الارتي، هداك ضيق كتير وهذا اعرض، حطيتهم جنب بعض كأني ارتي بهالشكل. وجود بالموجود. دعيكم شغله، هاي انا عندي اياها لتقديم كاسات المي، وهلا كتير موضة انه بتجيبوا مستطيل مثله بتعبوها ورد، ممكن تعبوها ضيافة وورد وتزينوها على كيفكم. انا بدي ازين حسب اللي عندي، رح تجي العروس تنبسط بهالورود. شوفوا ايش عملت، انا جبت هدول حبيل اللولو، هاي كاسة من عندي، شوفوا دخلتها هيك بهالشكل، هاي وقفي لقلي، شايفة؟ حطيت لولو هون، بسم الله، كاسات من عندي حطيت لولو فيها،
ممكن تحطوا فضة وممكن تحطوا لولو. شوف ايش بده يطلع معي. بدي احط هالورد، شقف عندي اياه بس ما بدي اخليه يبين، هي هذا الابيض. ممكن احط هذا اللي طلبته من شي ان. هدول المحارم اللي طلبتهم من شي ان. ممكن الصحن يكون بهالشكل. الصحن المفروض يكون سادة بصراحة. أنا صحوني التقال شغل إيد حتى مزركشين، يعني مثل هالوردة مزركشين، يمكن بتعرفون. ما راح أحطه، بدي أحط صحون عادية جود بالموجود، البيض هدول هاد أو المدور. بظن المدور يمكن أحلى، ما بعرف، اثنيناتهم حلوين بدي أحطهم. عم بعمل بروفا، ها لسه عزيمتي ما صارت للعروس، بس حلوة طلعت ما هيك؟ قولوا لي والله طلعت حلوة ولا ما طلعت حلوة وجود بالموجود؟ والله ايش في عندي ورد قصقصته عملته وسويته. وهذا اللولو طلبته من شي ان، وهدول كاسات عندي اياهم من زمان نشرب فيهم عصير. هاي حصيرة الصحون غشتني بالحجم، هي رائعة ومجربة، يعني بتجلي وبتطبقي عليها عوض ما تجيبي منشفة، بتمتص الماء. عطتني بالصورة كتير كبيرة، الشكل نفسه بس طلعت صغيرة، مع انه هذا اخذته حجم لارج. كتير حلوة ونوعيتها جيدة. حطيتها هون صبايا، مو على اساس بدي انزلها معي على سوريا، خلص بطلب وحدة تانية، لانه كتير ضروري واحد يحط صينية او هي. كنت حاطة صينية وقتها في يوم من الايام، فقت الصبح الاقي الخزينة هي كلها مي، مهربة مي، ما بعرف ايش صاير، لا في غلط كان. المهم عملناه، رحت فورا على ايكيا وجبت صينية تناسب الكورنر. شلت الصينية، حسيت هي مناسبة لانه هي بنحط عليها صحون وبتمتص سوائل الماء. تمام، حسيتها مناسبة وغيرت شكل. شلت هداك شقف الزرع اللي كنت حاطته، حطيت هدول. تعالوا افرجيكم. عملت بروفا لطاولة عروس، شلت الورد من هون مشان استفيد منه. وقفوا افرجيكم. هاد جبت هالمحارم هدول، عملت بروفا هيك مشان ما اكون معبوطه يوم العزيمه. لسه العزيمه بكير، بس انا بحب دائما اعمل بروفات. مثلا الصحون بطالعه قبل بوقت، قبل بيوم برتبها. الطناجر، اي صحن بدي احطه على طاوله العزيمه بطالعه قبل بيوم برتبه مشان ما انعبط، حتى معالق السكب. تمام. بقى عملت بروفا لطاولة، قلت لكم بنت اختي عروس وعملت لها عزيمه، حبيت احتفل فيها، ازين لها الطاوله، طاوله الاكل اللي بدنا ناكل عليها. من عندها على فكره، ما طلبت شيء غير بعض الورود، وطلبت هاللولو. هي اللي تحت مثل ما قلت لكم آنية صينيه تبعت تقديم كاسات المي، وهدول كاسات عادية حطيت لولو. ممكن تحطوا الشمعات العائمة تعبوها مي، هلا تعبوها مي واحط شمعة واشعل اياها. وقت احتفل فيها بشيل هذا الورد بسرعة، بحط مي وبحط الشمعة العائمة وبشعل الشمعتين، بطلع شكل كتير حلو. المهم رتبت بهالطريقة، ما بعرف عجبكم. هلا بشيلهم وبطويهم وبحطهم بالخزانه قبل يوم العزيمه بالليل قبل ما انام. بحط الطاوله وايش بطلع معي افكار ما بعرف. حبيت انزلكم هالفيديو لحتى تشوفوا تحضيرات العزيمه،
وانتظروني بفيديو يوم العزيمة، شلون كان الاستقبال وشلون كان السفرة شكلها بعد ما ينحطوا الوصفات. وانتظروني فيديو العطون الأسود، طريقة تعطينه وتحليته، وجبت لكم سر النجاح من أيام زمان ومن المعامل كمان. تابعوني تستفيدوا كتير. حبيت أعملكم فاصل منشط. تحياتي.